يسعد مساكم، مساء الفل والرضا والرزق على احلى متابعين في الدنيا. اخباركم عاملين ايه؟ يا رب نكون في احسن حال واحسن صحة. رجعت لكم في فيديو جديد وروتين جديد، بس يلا بينا نقول صلوا على الحبيب عشان قلبك يطيب عليه افضل الصلاة والسلام. وكمان اقول يدوم عزك، يدوم عزك اللي بتعملي لايك وتشتركي في القناة، يدوم عزك اللي بتكتبي تعليق حلو جو زين. ربنا يبارك فيكم يا رب، عيلتها هتكبر بيكم وليكم، هتكون عيلة كبيرة جو جوي. هي يوميات الصعيد وعوايد. بشكركم على تعليقاتكم الحلوة، وعلى كلامكم الحلو، وعلى وقفتكم معايا. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب. برحب بكل الناس الجدعة الزينة اللي دخلت قناة عيلتي واشتركت. ربنا يخليكم ليا ويبارك لي فيكم. برحب باخواتي ومتابعيني اللي دايما معايا في كل وقت. والله انا ما عارفه اتكلم اقول ايه، يعني لاول مره عماله اقول انا بسجل فيديو اقول ايه، يعني قدر الله ما شاء فعل. طبعا يكفينا ربنا شر طبة الغفله، يعني ده شيء وارد يعني. بس اهم حاجه البني ادم يكون كويس ويمشي كويس. بصوا زي ما انتم شايفين شكل الدنيا يعني. استحاله اكون انا قاعده في البيت وده منظر. كل حاجه مش في مكانها، الدولاب كله نزل في الارض، الهدوم كلها اتبهدلت، الكيس كلها اتفضت، البطاطين اترجحت، المرتبه اتشالت. يعني بصوا ده كده كمان شلت الهدوم كانت مرميه كلها. عطل على باطل الشتوي والصيفي والقديم والجديد، والبسكوت اتهرك والفايش اتدغدغ في الأرض والسكر اترمى. وبصوا والدرجة اللي بتاعة التسريحة اتلجحت في الأرض، الدرجة الصغيرة اتكسرت. كل حاجة تتخيلوها حصلت في البيت كله يعني. نقول خير يكفينا ربنا شر طبة الغفلة يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. عايزه اقول لكم دخلتهم تغم، يعني دخلتهم تغم ودخلتهم وحشه ودخلتهم. ربنا ما يكتب على حد بيها يعني. يجونا في الخير ان شاء الله يا رب، ما يجيب اي حد شر. عشان كده اي شاب بيشوفني يمشي عدل، يمشي كويس، يمشي يتقي ربنا في حياته، علشان خاطر ربنا بيستر مره واتنين وتلاته، لكن ما بيسترش على طول. اللي حصل يا ام مريم الحكومه كانت عندي، هي كده يعني. هو ابو مريم كان داخل، هي كانت صدفة يعني، كان جاي متأخر داخل وهم وراه. مفيش لا تعليق يعني، هم لا تعليق لا كلام. ما سألينش يعني، ما بينطقوش تعالي يا مود، ما بيتكلموش، بوجه ما بيتفتحش يعني. يعني داخلين بجد يعني. الله يكون في عون كل أم معاها ابن صعب أو بيعمل لها مشاكل، أو جوز دايما بيعمل لها مشاكل، لا يخضوا ودخلتهم وحشة. أنا عن نفسي اتخضيت يعني، أنا عن نفسي اتخضيت. جايين عندي مشية غريبة شوية يعني في الفلاحين وفي البلد. عند بيت أبويا متعودين عشان دايما فلاحين، دايما السلاح ودايما مشاكل ودايما خناقات ودايما طار ودايما في أسباب بيبقى متوقعين يعني. ودايما عشان فلان واد فلان وفلانة وكله بيتاخد مع بعضه عطل وباطل يعني، شي متعودين عليه. مش متعودين عليه بقى، جيتهم عندي هي اللي كانت مش متعودين عليها. بس خير الحمد لله. عايزه اقول لكم يعني ان انا كنت منهاره. انا بعد ما مشي وشفت منظر البيت انهارت اكتر، يعني انهارت اكتر لاني انا قعدت اكتر من 5 ساعات الم في اللي عملوه يعني. اكتر غير كمان الجيران كانوا بيعملوا، بس محدش كان يعرف يلم هدومي. وعامة هي دي الأوضة الوحيدة يعتبر اللي فيها الهدوم، فيها الحاجة كلها، لكن باقي الأوضة التانية فاضية، والصالة ما فيهاش حاجة زي ما انتوا شفتوا، والمطبخ يعني ما عنديش أي حاجة يعني أكتر من كده. اللي حصل يا أم مريم، هم كانوا جايين غلط يعني. هم للأسف القطعة اللي أنا فيها يعني، هم كان قصدهم القطعة البيت اللي جنبي على طول، يعني البيت اللي جنبي على طول. بس للأسف هم دخلوا عندي بالغلط، لما شافوا أبو مريم داخل يفكروا هو ده الشخص اللي كانوا عايزينه. فدخلوا وراه على طول بيفتشوا الدنيا، وعلى اساس ان هم هياخدوه ويلاقوا اللي هم جايين عشان اللي مبلغ عنه. لكن للأسف اكتشفوا في الآخر ان هم دخلوا غلط، مش ده رقم ال البيت. ولما اكتشفوا ده كان الراجل اللي هم جايين له، شوفوا سبحان الله، يعني يا ريت يتعظ يعني. الراجل اللي هو طبعا استحالة هيجي تاني يعني، صاحب البيت خلاص كده كده أساسا الجيران بلغوه وقال له تعالى خد حاجتك. ساكن إيجار في البيت اللي جنبي. أول ما حس بالحكومة قفل الباب وجري، مشي اللي هم جايله. عقبال ما طلعوا لقي القفل على الباب، وقالوا ده هو لسه طالع بيجري من هنا. يعني هو جاي يعني، هم لو كانوا دخلوا عنده كانوا يعني خدوه، حصلوه خدوه. لكن هو ما لحقوهوش، هم دخلوا عندي بالغلط قلبوا لي الدنيا وهو مشي. يا ريت يتعظ.
إحنا ما نعرفش أسباب إيه، يعني إحنا ما نعرفوش أساسًا، يعني إحنا حتى شكلًا ما شُفناهوش، يعني شكلًا مين ده ما نعرفوش، يعني بيقول لك بيدخل مع نَفْسه، ييجي مع نَفْسه، يقعد باليومين برّه البيت، وحتى الناس اللي ساكنة في البيت ما يعرفوش حاجة عنه، بيقولوا ده غلبان وفي حاله، بيقولوا كده للضابط ده غلبان وفي حاله وما لوش علاقة بحد، غلبان وفي حاله، كانوا بُص هيتجننوا. يعني واللي عملوه ده كأنهم ما عملوش حاجة، ده واجبهم إن هم يقلبوا الدنيا يعني. بعد وقتها كنت م وقت الخضة نفسها يعني كانت وحشة، بس بعد ما مشيوا قعدت أقول ليه كده، حرام عليكم، يعني وقتها ساعة ما هم طلعوا مش جايين عندي وما فيش أي حاجة عندي وأبو مريم ما فيش أي حاجة، يعني كنت حامدة ربنا خلاص مش مستوعبة إيه اللي حصل، بس بعديها استوعبت إيه اللي حصل، وخاصةً إن أنا بُص ما كانش فيّا نَفَس أتنفّس زي ما بيقولوا يعني. عايزة أقول لكم كان يوم صعب، كانت لحظات صعبة، كان موقف وحش جدًا، أتمنى كل حد بيشوفني ما يحطش نفسه فيه أبدًا مهما حصل، موقف وحش وباجيب لأهلي الأذى والمشاكل وقلة القيمة وما ينفعش والله، والله ما ينفع. نجيب لأهلنا الأذى ونجيب لنفسنا المشاكل وأول حاجة عملها صاحب البيت احنا منعرفش هو عامل ايه ولا جايله ليه ولا بيعمل ايه ولا كانوا عايزينه ليه، طبعا هو مش هيجي هنا تاني، حتى العفش ممكن يبعت حد ياخدها. أول حاجة عملها صاحب البيت قال يمشي، السكان قالوا يمشي، قلت لهم كفاية الخضة، قالوا ده كمان دخل عند الست اللي جنبنا ملهاش ذنب بهدل لها الدنيا، يعني عايزة اقول لكم ما خلوش حاجة في مكانها، ده كمان كده طالعين يعني وكلهم ما شاء الله بقوا في الشقة كل حتى الجنينة اللي من ورا، يعني عملوا حاجات فظيعة، بصوا الدراج الصغيرة بتاعة الإكسسوارات بتاعة البنات حاطة فيها الحاجات كله، السكر وكل حاجة بيجي يلاقوا الحاجة حاطة في الدرج من تحت بتاع ال الدولاب من تحت حاطة فيه سكر حاطة فيه رز، ما كل ده اتجلب، البسكوت بتاع الخبيز اللي مديهوني أمه والفايش اللي هركوه هتشوفوه معايا، حزنت بقيت في الفرش، الهدوم اتعدمت، الملايات كلها على بعضها، الشتوي والصيفي والبطاطين والطرح كله بص كله اتجلب يعني، وحتى حاجات متشالة طلعت، يعني في أطقم ما فرشتهاش طلعت، كل اللي حصل لا مؤاخذة يا بنات مش عارفة الكحة ماسكاني ليه، عارفين كل اللي حصل ده كله كوم يعني منظر البيت ده كله كوم وكل الجيران واقفة برّه بتتفرّج ده كوم تاني، يعني ده تسوى ما تتقدّرش، الجيران كلها كده واقفة بتتفرّج، لا مستنيين يشوفوا الحكومة هتعمل إيه، هتاخد مريم والّا لأ، وإيه اللي حصل فيها، ده كوم وحده. قايل لكم ليه، واللي تقول الحمد لله إحنا كنا هنقول إحنا ما نقعدش وسط ناس مش عارفة إيه أنتم عارفين بقى كلام الناس اللي ما بيخلصش. بس يالّا الحمد لله على كل حال، هُم دخلوا عندي عشان ربنا بُصّوا عايز يستر عليه مرّة و2 و3 يعني موقف، يالّا الحمد لله على كل حال، ربنا عايز يستر عليه عشان يتعظ، عشان يعمل الله أعلم بيه، ممكن يكون مظلوم، ممكن يكون على حاجة، ممكن ربنا بيدّي له إنذار تاني وتالت وبيقول له لأ أنا معاك، لأ ابعد عن الطريق اللي أنت ماشي فيه، الله أعلم، يعني الواحد ما شافش ما يحكمش، بس المهم النتيجة اللي أنتم شايفينها قدّامكم دي، أنا كنت بُص بابكي، أنا لا عرفت ألبس مثلًا عشان التصوير، والبنات دول بنت جارتي كانوا الجيران يعني الكاميرا بعد ساعات بتعجّز الناس، يعني لمّوا الدنيا برّه بصراحة الله يبارك لهم، كانوا قاعدين قالوا الهدوم، قُلت لهم الهدوم مش هتعرفوا تلموها أساسًا، تصوير من غير تصوير، يعني أنا كمان صوّرت في الآخر مش هتعرفوا تلموها، ليه؟ لإن حتى الهدوم في هدوم جديدة طلعت بتيكتها طلّعوها، يعني في هدوم أصلًا ما اتلبستش طلعت، جايباها للبنات بصوا الأكياس فضّوها، في حاجات مركونة كلها يعني صعب، كنت بابكي، كان وقت متعب وكان صعب وما كنتش قادرة وكنت متضايقة وقلبين كُلّه واللي متشال على بعضه، يعني دايمًا أنا على قد إن أنا ما ليش في ترتيب الهدوم يعني في التطبيق اللي أنتم متخيلينه يعني خُلقي بيضيق بسرعة، بس يا بنات كل حاجة حطّاها في مكانها، يعني هدوم الملايات وحديها، الفوط وحديها، هدوم أبو مريم وحديها، هدومي وحديها، حاجتي الداخلية وحديها، هدوم البنات كل واحدة حاطة لها وحديها، حتى لو مش مرتب بس كل واحدة تدخل عارفة ده دولابها تبُص تاخد البيجامة بتاعتها، تاخد الفانلة والشورت بتوعها دول معروفين هدومهم بتاعتهم، يعني كل حاجة في مكانها، الكوفرتات حاطاهم وحدهم، الدفايات حاطاهم وحدهم، في كيس كده أهوّة حاطة فيه الحاجات بتاعة المسيح اللي هامسحها وحديها. في كيس تاني حاطة فيه شوية حاجات كبار شوية على البنات، يعني لو عايزوا منهم فرزتهم وركنتهم قُلت دول إيه مش هيلبسوهم دلوقتي بدل ما أعمل زحمة في الدولاب. الشتوي كمان هاحطه مع الصيفي
مع كله بالمنظر ده صعب. يعني ملايات السرير عايزة اقول لكم والله العظيم احنا قعدنا نطبق ملايات السرير، اطقم السراير ولا الطقم حطيناه كامل. ليه؟ لان كنا بنلاقي الملاية ومش عارفين الوشاش بتاعتها فين. يعني انا طفيت الكاميرا، انا صورت لكم لقطات، انا قعدت 4 ساعات في الهدوم، حطيت اطقم السراير وحدها والمخدات بتاعتهم كلها في الاخر حطيتها وحديها. كل همي ان انا الم، يعني احط هدوم السراير في ضلفتها، احط الفوط في ضلفتها، احط الهدوم بتاعتنا بانواعها، كل الهدوم بتاعتنا كل واحده فينا في الضلفه بتاعتها، وبعدين ابقى ارتب براحتها. هو ده اللي حصل. الشتوي بقى انا كنت حاطه الشتوي من تحت، يعني حاطاه في الدولاب من تحت. دي موده اللي بتخبط عليا. ايه يا وده، ايه يا دوده، دوده، نعم يا توتي. موده ربنا يخليهم لي ويحميهم لي يا رب. مش عارفه كنت بقول ايه، مش عارفه وصلنا لحد فين. المهم يعني، فكنت باحاول إن أنا ألِم كل حاجة أحطها في مكانها. يعني تخيلين شايفين المنظر عامل إزاي. يعني أنا باخد لكم لقطات كده. يعني بصوا كنت حاطة الشتوة وصلنا، كنت حاطة الشتوة من تحت حبيته في أكياس. خلوني لأن كنت مطبقة الدولاب تطبيق حلو جوه فما كانش واخد مسافات. دلوقتي أنا بلملم. فبصوا شايفين كده، باخد لكم لقطة كده. بصوا شايفين شكل ومنظر الدنيا عاملة إزاي. بصوا شايفين مستوعبين المنظر بتاع الأوضة نفسه كله عامل إزاي. صعب، صعب والله، والله صعب. هنا كنتش عايزة أطول عليكم، فكنت هنا باقول لكم بصوا المنظر. والبنات بصوا كانوا بيساعدوني، أي نعم كنت باخد من ايدهم وخلاص. هو كان مطبق بس أفرز، يدوني أبقى أقول لهم افرزوا هدوم مريم واحدة، هدوم مودة، هدوم فرحة، هدومي، هدوم أبو مريم، الملايات، الكوفرتات. بصوا هنا كنت بقول لكم بصوا الادراج كسروها طلعوها من مكانها، الدرج بتاعها اتكسر. كان يوم صعب، كان يوم شاق، كان يوم متعب. كل دي هدوم أنا طلعت نص الدولاب أغسله بسبب رجليهم، وبسبب البسكوت اللي اتهرك في الأرض، والفيش اللي اتدلق، والسكر اللي اتفتح. يعني كنت استويت. عارفين يعني ايه استويت؟ يعني عايزه اقول لكم الكوتشي اللي لابساه مريم ده، الكوتشي ده كان جايب ابو مريم طلع صغير على مريم، وطلع كبير على فرحة. كنت شايلاه السنة الجاية تلبسه فرحة، لأن الكوتش حلو جدا وكان عاجبني برقبة كده. وطلع ما دخلش في رجل مريم، فقلت له خلاص نشيله الفرحة. جايزنا الفرحة لقيناه كبير، فكنت شايله له. هم طلعوا فرحة مسكت فيه بينور، يعني مسكت فيه. بس ده النهائي اللي انا وصلت له. يعني لميت كل الهدوم، لميت الشتوي، لميت البطاطين، لميت الهدوم حطيتها في مكانها. كان صعب، كان يوم صعب والله يا بنات. ادعوا لنا وادعوا لاولادنا ربنا يحميهم ويحفظهم، ما يشوفوا شر ولا حاجه وحشه ابدا يا رب. وفعلا اي واحده لما بتقول لك جوزي يعني ان كل شويه كده تيجيني الحاكم يعمل فيا كده، صعب. بصوا الهدوم ورا الباب ما شفناهاش، يعمل فيا كده الحاكم، صعب، صعب يعني. ففعلا لا حاجة تقول أنا معيش معاه، يعني فعلا معيش معاه. هنا كنت بوريكم كده كيس الهدوم، هنا الكيس وجع، هنا الهدوم كده حطيت الهدوم دول، الكيسين دول فيهم حاجات بالساعات خلاص كنت فصلت. عايزه اقول لكم والله العظيم انا وانا بمسح كده الارض بس على الماشي كده من التراب، بس عشان البنات هشطفهم وننام. والله نمنا من غير عشاء، والله ما اتعشينا ولا كلنا من كتر اللي احنا شفناه. بصوا يا دوب اتكنست، يا دوب اتكنست ورحت بالششوبة كده هواتي زي ما انتوا شايفين كده، مشيت على الأرض كده عشان تدي لمعة بس من التراب الناعمة وفتافيت البسكوت اللي كانت موجودة بس كده. هو ده اللي حصل يا بنات، وهو ده اللي شفته، هو ده اليوم. مريم ربنا يخليها لي عندي السبت ده في شوية حاجات كده قلت تعبت خالص حطيتهم. والكرتونة برضو الستاير حطيتها كده، قلت لا دول في روجان تاني بقى. ابقى انضف الأوضة واغسل الخشب بتاعها. انا انتهزت الفرصة زي ما شفتوا كده من اللي حصل، رحت منضفة فوق، رحت منضفة تحت السرير ومسحته كده، وحطيت المرتبة بعد ما جلبوها بس كان في حبة تراب صغيرين كده، رحت عملتهم بس كده. كده ادي الضلفة دي واجعة لسه هعملها. بصوا ده كده الشكل النهائي لل... للدولاب بتاعي، ده الشكل النهائي للأوضة. يعني كان لحظة صعبة ويوم صعب. عايزة اقول لكم البنات كانوا فرحانين، كانوا بيضحكوا. يعني فرحة الحرام عندنا، يعني في فرحة بنسميهم حرامية. فكان يعني موقف، والجيران يعني بص كان موقف يبكي ويضحك. بس انا ما فيش حاجه، ما حسيتش بحاجه الا بالمنظر ده. يعني هما جم ومشوا، الواحد يحمد ربنا كده ان ايه ما فيش حاجه. بس اللي انا كنت فيه ده يلا الحمد لله. نخلي بالنا من بيتنا ومن ولادنا، اي اب بيشوفهم يحافظ عليهم ما يبهدلهمش والله. لو
تعلموا أن الكلام اللي في بيت أبو الجيران والمنظر والكلام اللي بيتقال كلام غالي، والسمعة أطول من العمر، وربنا يحفظنا ويحمينا ويحفظ ولادنا. قولوا إن شاء الله آمين. كل اللي معاه ابن ربنا يحفظه لِك ويأمِّن ويبارك لِك فيه. ما تشوفي شر أبدًا فيه، ولا يطوي قلبِك عليه، ولا يمشي وِحِش. ربنا يجعلنا من محبين كتاب الله وسنة رسول الله. ربنا يبعد عننا الحرام وبنات الحرام وولد الحرام، يبعد عننا الوِحِش ويحفظ ولادنا، يبعد عننا الأذى، ويبعد عننا الشُرب، ويبعد عننا كل ما ربنا محرّم، ويبعد عننا كل حاجة وِحشة. ربنا يحفظنا ويرحمنا ويحمينا يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. بس يا مريم، عايزة أقول لكم، طبعًا باشكركم على الكلام اللي قُلتوه على الفيديو بتاع مريم، ربنا يبارك فيكم يعني. شدوا حيلكم يا بنات مع أم مريم شوية بس، معلش هاتعبكم معايا، مش عايزة منكم بس تقفوا جنبي بس، تحملوني شوية بس. أنا مش عايزة حاجة من حد، بس عايزاكم تقفوا معايا بس، ساندوني في القناة بس، عشان محتاجة رزقها، محتاجة الرزق اللي يجي منها بس، فاسندوني فيها. شدوا حيلكم، مشاهدات تاني رجعت 2500 تاني. الحمد لله، اللهم لا اعتراض، برغم أنا فيديوهات. الحمد لله. عايزة أقول لكم الأكل ده، العشا ده كنت عملته في اليوم اللي قبله، يعني مش نفس اليوم اللي حصل فيه كده، لأ اليوم اللي قبله يعني. كنت عاملة، كان في برجر طعمه مش حلو خالص، البرجر ده ما حدش يجيبه يعني. وكان في برجر فرايجيلو حلو كنت باجيبه، ما تعرفيش إيه اللي حصل في الدنيا وفي المصانع وفي الأكل، البنات بيحبوه موت. فكنت عاملة بطاطس وعاملة بتنجان وعاملة، طلعت البرجر كده. باحب لمّا يكون في حاجة مثلًا زي كده، كوكو برجر، باحب أخلّي البنات فاهمين أكتر يعني. فعملت بطاطس وبتنجان لقينا بمريم، وعملت لهم هم برجر كده ياكلوا ويتعشوا عشان ياكلوا، برضه بيقعدوا ياكلوا. لما بتعملي حاجه مثلا لاولادك، حاجه بسيطه كده، لو قطعتين ولا حاجه جنبيها بطاطس وفول وبدنجان، تلاقيهم كلوا. لما تقولوا له مثلا ايه، في بطاطس، هو كل يوم بطاطس؟ لا، في برجر. بس انا هدفي البطاطس. يعني مثلا المكرونه، اروح اعمل لهم جنبيها بطاطس. اروح مثلا لو في برجر اطلع لهم قطعتين قطعتين، مش هعمل كتير. سجق برضو كده يعني، كوكي كده. ممكن الفراخ اخلي ورك مثلا لتاني يوم، واقول لهم يلا هناكل، عامله مكرونه عامله رز ومش عارفه ايه، ويلا كل واحده الكوكو بتاعها. اديهم حته الفراخ، بروح جسمها لهم، فاهمين، بحيث ان ايه الدنيا تمشي. خاصه إن العيال عينها بتراعي وبتطلب، يعني من الشوفين ريجي فرحه. يعني كل مره عايزه اقول لكم وارجع في كلمه، لما بعمل اكل كده تقول لي فين العضمايه، اقول لها يا فرحه الكوكو فين، مش عاجبها اكل كده فرحه، تقعد تنوط لي على الاكل. عايزه تاكل كوكو، عايزه تاكل لحمه وبيبه، عايزة بيبانة وعايزة كيكة شوكولاتة. ربنا يخليهم لنا ويحفظهم لنا يا رب. الفيديو بيجري، يلا بنقول دعوة حلوة من القلب، دعوة حلوة من القلب لكل عيلة الصعيد وعوايده بالستر والصحة وراحة البال، ورزق يتعجب ليه للسما والأرض، اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا يرزق كل مشتاق. دعوة حلوة لأبو أحمد مريض سرطان، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب ويقدره على مرضه. دعوة حلوة لأم صفية بالصحة والستر وراحة البال، ورزق يتعجب ليها للسما والأرض، وتخوي صفية وربنا يتم شفاك على خير يا رب في العملية اللي هتعملها، تقولها ربنا يكرمها يا بنات. دعوة حلوة لأم سلمان بالصحة والستر وراحة البال، ورزق يتعجب ليه أهل السما والأرض، اللهم آمين يا رب العالمين. تبتدعي البنت أسرار، ربنا يكرمها اللهم آمين يا رب العالمين، ويرزق بيها ويفرح القلب بيها ويريح قلبها اللهم آمين. دعوة حلوة لأنسة منى بالزوج الصالح، وربنا يكرمك وزور النبي محمد. دعوة حلوة لأسماء، ربنا يكرمها بمهدي والرحمة لوالديها. دعوة حلوة لمتابعة التيسير وراحة البال ورزق يتعجب لها للسما والأرض. دعوة حلوة لمتابعة آسيا من الجزائر بالشفاء الأم والصلاح والنجاح لأولادي، وربنا يرزقك إحنا وإنتي. دعوة حلوة لمتابعة بتدعي لأولادها بصلاح الحال ويجعلهم ذرية صالحة إحنا وإنتي. دعوة حلوة لحماتي هناء بالشفاء العاجل يا رب، ربنا يشفيها ويعافيها. دعوة حلوة لمتابعة تقول ادعي لي ربنا يكمل حملي على خير. دعوة حلوة لمتابعتي بتقول ادعي لي ربنا أطلع من بيت العيلة، تعبت جدا، ورزقني ورزق جوزي ويكرم أطفالي ويطلعوا أوائل. اللهم آمين يا رب العالمين. استودعكم